اوروبا غير مستعده للي برشلونه هتعمله فيها، خماسيه مقابل لا شيء قدام إليتشي. انا عارف انه إليتشي، ولكن اللي حصل النهارده عليه ما يتسكتش. واحتفال رافينيا على طريقه الفاريز، وشكله كده بيلمح، وشكلها كده الصفقه في خلال ايام هتكون برشلونيه. النهارده هانزي فليك بيقول لك انا هلعب باي حد وهنفذ الخطه بتاعتي وهجيب، جاب 5 النهارده. وصلاح وترابزون وايه اللي بيحصل وايه الدنيا وليه الاختيار ده؟ الحلقه للتاريخ. بس قبل ما نخش في الكلام ما تنساش تصلي على النبي وتعمل اللايك والسبسكرايب عشان بيفرحوا، وتقولي رايك في الكلام بعد ما اخلص الكلام، وتدعي لابويا الله يرحمه. يلا بينا. نادي برشلونه النهارده دخل على إليتشي، هو دخل عليهم بصراحه برافينيا مهاجم وهمي، كريم اديم على الشمال، لامين يامال على اليمين، جافي اسمه ايه الواد برنال في نص الملعب. ولعبوا، ويا ريتهم ما لعبوا لحد ما تعبوا. برشلونه النهارده بجد بتدي رساله للعالم كله، يا جدعان الكره السنه دي بتخضع، الكره السنه دي بتنسف، احنا اشتغلنا صح فنستحق التقدير. وده اللي احنا شفناه النهارده، هدف لرافينيا، ضربة جزاء واحتفال، ورسالة منه لألفاريز اللي النهارده جمهور اتلتيكو مدريد سمعوا ربع مشكل للتاريخ. نزلوه الملعب عشان يهينوه، جمهور اتلتيكو مدريد يهينوا في ارض الملعب ويصفر عليه ويشتمه ويحدف عليه اساسه. بهدلوه النهارده لدرجة ان ألفاريز بعد الماتش ما خلص في لقطة تاريخية ماشي واداهم ظهره ومرضيش يروح يحييهم مع بقيه زمايله، لدرجه ان الجمهور كله بقى يحدف عليه وساب زمايله وبقى يشتمه هو. يعني الجمهور شاف زمايله بيحييهم ما شغلوش بالهم، نازلين شتيمه في ألفاريز اللي بنسبه 100% خارج اتلتيكو مدريد السنه دي. الراجل ده لو ما خرجش من اتلتيكو مدريد وراح يا اما برشلونه يا اما ارسنال يا اما اي نادي في العالم، الواد ده عمره بعد الماتش ده ما هيخش الملعب تاني، ولو دخل الملعب هيبقى فيه كارثة. الموضوع اتشخصن لدرجة هيحصل بعدها كارثة. الواد ده يمين شمال خارج اتلتيكو مدريد، واتلتيكو مدريد هي كده خسرانة. مركز المهاجم الوهمي اللي لعبه رافينيا النهارده ده لو استمر عليه بالون دور مليون في المية، وعلم على كلامه ونتقابل بعدين. ضربة جزاء وجون، يبقى كده جونين صح، واسيست، 3 أهداف مساهم فيهم في المركز ده. امال بقى لو استمرينا على كده ده انت هيروح لك سرعات وحاجات غريبه. قلت لك هانزي فليك يقدر يحل قصه المهاجم دي من غير ما نجيب مهاجم. مش محتاجين ألفاريز ب 150 مليون، هيضيف لنا جامد، والله هيضيف لنا جامد، بس احنا مش محتاجينه. لويس انريكي حل القصه دي كلها بعثمان ديمبلي، فرافينيا مش اقل من ديمبلي في اي حاجه، بالعكس ده اعلى منه تاثيريا. فلو استمر على كده 9.5/10 النهارده في التقييم بتاعه، عمل كل حاجه في الكوره. وغير كده كمان يا جدعان، رافينيا انا بحس ان هو برشلوني من صغره، بكلمك بجد والله. بحس ان هو هرب من المدرسه عشان يتفرج على برشلونه وهي بتلعب في كاس العالم. ما تعرفش الواد ده السنه اللي فاتت راح شتم اتلتيكو مدريد بعد ما طلع برشلونه، قال لهم بره، وطلعوا فعلا بعدها ما كدبوش خبر. السنه دي اتلتيكو مدريد برضه عامله حوارات عشان ألفاريز وبتاع، راح رافينيا داخل محتفل احتفال ألفاريز وبيدعمه. فالواد ده من الاخر كده انا بحبك يا رافينيا، اقسم بالله. تعالى في حضني تعالى. والصحافه بكره في برشلونه ومدريد هتبقى على صفيح ساخن. المهم الاولاني جه من رافينيا، والتاني جه لكريم اديمي، والتالت جه من رافينيا، والسيرك اتفتح وجوردن نزل عمل اسيستين، والرابع والخامس من لوبيز. انا كل ده بلعب من غير رودري، انا بلعب من غير بدري، بنزله 40 دقيقه كده ولا 30 دقيقه، نزلته الدقيقه 60 بلعب. ولامين يامال مش في دماغه. لامين يامال النهارده اسوأ مباراه ليه مع برشلونه من فتره. لامين يامال النهارده طالع اصلا لو بوزه، والحمد لله ان برشلونه جابت له كريم اديمي وجوردن، ورافينيا هيلعب مكانه واحد من الثلاثه، وتحديدا كريم اديمي ورافينيا، عشان هتتعوج هتتدلع هتعمل لي فيها افريقيا هديك بالجزمه من الاخر. ده مش كلامه والله، ده كلام الالماني هانز فليك اللي لما شافه النهارده بيتعوج قال له ولا تعالى انت سمعت عن المانيا ولا؟ قال له لا. طب تعالى سمعك انا. وراح ظرف واحده هتلريه تاريخيه على انت فاهم، وقال له تعالى انت بمصلحتك اللي كل شويه توريها لنا دي، واقعد ديك قال جربوع، ونزل مكانه جوردن نزل في 5 دقايق اسيستين بهدفين، خلص الكلام. مش عايزين دوشه. الواد لوبيز عنده ميس باص بس سجل له هدفين برضه. وكريم اديمي والشوارع بتاع كريم اديمي، الواد ما بيعتمدش،
فاهم؟ هتقول لك كريم انت مكبر الموضوع على إيليتش، اقول لك طب ما انت امبارح مع ريال مدريد قدام فريق انا كل شويه اقول عليه ريال سوسيداد من كتر ما انا ما مش مديهم اهميه حرفيا، وما اعرفش انت ازاي عملت معاهم كده. اسبانيول، يا جدع يا جدع، ده انت امبارح كنت بتموت وبره ملعبك. انا بره ملعبي النهارده خماسيه. اسبانيول زيها زي إيليتش، الاتنين جرابيع ما يسووش. انت امبارح نزلت كل نجومك وكوريا ودومفريس وديوميندي وسيلفا، عملت كل حاجه ومع ذلك ولا اي حاجه ولا اي حاجه، وكسبت بيطلعوا الروح. ومورينيو طلع قال لك انا والحديد التنا والهرم اللي اتبنى ولسه راجعين من كاس العالم. طب برشلونه واخده كاس العالم، مش لسه راجعه، ده برشلونه واخده كاس العالم، كاس العالم مع اسبانيا، ماشي. والنهارده بيكسبوا بالخمسه. عرفت بقى ان مورينيو نصاب؟ عرفت يالا انه بيضحك عليك؟ عرفت ان مش اي كلمتين تسمعهم تجري وتسقف وتقول الله مدرب اجنبي؟ شد في ارنبي، مدرب اجنبي يا ابني انت. يا ابني مورينيو ايه يا ابني؟ اسكت. قلت لك ابو تريكه امبارح قالها وبعيدها لك تاني. نوكيا في زمن الايفون. اه والله العظيم الشاشه بتاعته بحسها بتاع الجده الله يرحمه الصغير، فاجئ في تلفزيون صغير كده اللي هو بيطلع ابيض واسود وبعد كده بيفرقع في وشك. هو ده مورينيو. فما تكبرليش الحوار والموضوع، لان الموضوع كده كده صغير. هانز فليك 328 هدف في 111 مباراة ولا 113 مباراة، اقول لك الرقم بالظبط لان الرقم ده تاريخ. 118 مباراة 328 هدف، 328 هدف في 118 مباراة، يعني بمعدل تقريبا 3 اهداف كل ماتش، 4 اهداف. الراجل ده يا جماعة مجنون، والله العظيم مجنون 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 بجد. الراجل ده يا جدعان ما عندوش باكات. النهارده بالمناسبه تشافي سبارتا عمل ماتش عالمي وعمل اسيست وبتاع، اللي هانز فليك قال لك عليه ده فليب لام برشلونه. بيلعب باك يمين، بيلعب باك شمال، لعب قدام الاهلي خط نص، بيعمل كل حاجه، فاهم؟ خد تقييم عالي النهارده. ما النهارده بدري واولمو لسه ما دخلوش في الجيم، ولكن لعيبه يعني لا. انت شفت الماتش سيرك. هانز فليك قلبها مسرحيه وقلبها سيرك. والنهارده بالمناسبه باريس سان جيرمان اتعادلت 2-2 بهدفين لفيران توريس الميت اللي كان بيفرفر معانا، اللي احنا بسببه بنلعب من غير مهاجم. راح يفوق هناك وهيبقى بالون دوري المجنون المتخلف، فاهم؟ ماشي من عندنا خلاص بقى عثمان ديمبلي خلاص. كلها بقى ايه؟ كلها هتاخد بعدها وتروح بقى. يا عم مع السلامه يا عم، ربنا يوفقك. طالما انت مجنون معانا يبقى ما تلزمناش من الاخر. يعني يا فرحتي تبقى قاعد معايا وبتشلني يا عم. انت اتكل على الله، انت تكسب البالون دور وانا خدت 50 مليون جبت لي رودري وكل واحد يتراضى. اللهم صل على النبي. ما تنساش اللايك بقى، احنا قاعدين بنتكلم وندردش مع بعض كده، مس عليا فاهم؟ والكومنت الجميل برضو بيفرح والله وارد عليه. فالنهارده هانز فليك جوردون نزل ثبت نفسه في 5 دقايق. 80 مليون قال لك كتير عليه؟ لا ده حلال عليه. ده بقول لك ايه بجد، يستحق ال 100 مليون. يستحق لابورتا ما ياكلش عشانه بجد. لابورتا بلاش ملابس داخليه السنه دي، بكلمك بامانه. ودي حقها للواد ده جوردون، لانه يستحق. الواد ده يستحق ان انت تجوع نفسك عشانه، لان هو فعلا حاجه نظيفه، بكلمك بامانه. وهانز فليك قلت لك هيطوره لدرجه ان الراجل هانز فليك ده مجنون لدرجه ان هو طور كريم قديم يا جدعان. الفينش بتاعه النهارده ديك شايف، فاهم؟ الواد ده الكره دي تقريبا زيها ضيعها قدام ريال مدريد في نهائي تشامبيونز ليج مع دورتموند. فان هو يبدا فاهم؟ لا 10 على 10 عم هانزي، عمي وربنا. خصوصا في اللقطه اللي انت عملتها مع لامين يامال النهارده، كيفتني وتاريخي وللتاريخ. اي حد هيتعوج عليك دوس عليه برجليك. عايزين الشامبيونز ليج، عايزين نتعدل بقى، فوقك من نفخ عشان احنا نفخنا كتير وفرقعوا في وشنا، ماشي؟ فبرشلونه محدش مستعد لها في اوروبا. علم على كلامي. النهارده بعد تعادل باريس سان جيرمان طلع لويس انريكي وقال لهم يا جماعه احنا بنعتبر نفسنا ما خدناش اي بطوله، لان احنا بنتعامل مع نفسنا ان احنا خلاص وصلنا للبيك بتاعنا ومش هنعمل حاجه السنه دي. خسرنا سوبر وبنخسر اهو دلوقتي، وبنتعادل قصدي وبنخسر نقطتين دلوقتي. فلا مش هينفع الكلام ده. احنا مش شبعانين بطولات وعايزين وجعانين بطولات، ومش هينفع ان احنا نقدم المستوى ده لان ده ما يليقش بينا. انت جبت فران توريس هيجيب لك جون 2 3 هيفقرك. هو الواد ده وشه فقر علينا، والبس بقى وابلع ما تعيطش. تقول لي حمزه عبد الكريم ما شاركش ليه؟ لسه بياخد الخبره. فاخر حاجه بس، حمزه عبد الكريم ما شاركش لان هانز فليك هيديله فرصه بس الخبره.
الخبره يا جدعان دي اهم من كل حاجه. لسه رودري ذات نفسه ما نزلش، فعادي لما احنا ما نعملش موضوع، فاهم، ما نعملش موضوع على حمزه لان رودري لسه. وبرشلونه بتقول لك هتعدل الشرط الجزائي بتاع حمزه تخليه 150 مليون، يعني الراجل ده في دايره اهتماماتهم، والراجل ده معمول عليه السبوت وخلاص في التشكيله. فواحده واحده هو اللي يثبت نفسه، وهو اللي قادر، هو الوحيد اللي قادر ينجح. يا دي تكون قدها يا ما تحكيش في حاجه بعدها. محمد صلاح بقى والدوري التركي عشان ننهي. النهارده صلاح مع طرابزون مسجل له 4 أهداف، 2 اتلغوا و2 اتحسبوا. وعندي سؤال مهم جدا: لماذا صلاح يلعب كرة قدم في تركيا؟ لماذا رامي عباس فعل هذه الفحشاء؟ دي رذيلة ان انت تعمل كده في صلاح يا ابني. انت كده كسبت فلوس بس خسرت حاجات كتير قوي. كنت ممكن تروح بشكتاش اللي خسر النهارده برضو بالمناسبة، بس سكواد ودوري ابطال وبتاع. صلاح النهارده بيثبت لك ان هو فعلا فريق، اقسم بالله فريق. يلا شفت ميسي مع انتر ميامي؟ مش بقارن ميسي بصلاح، بس بقول لك ان صلاح. اتفرجت على ماتش النهارده؟ لا صح، يبقى مش هتفهم كلامي. اقسم بالله النهارده صلاح كان رمانة الميزان بتاعت الملعب، وش رجله اللي هناك. عارف عندهم مهاجم مش فاكر اسمه ايه الواد ده، مش فاكر اسمه دلوقتي. الواد ده فاكر موديست بتاع الاهلي؟ الواد ده ميت اكتر منه، والله العظيم ميت. يعني موديست كنت ممكن تروح تروح المستشفى مثلا تديله حقنه يشتغل، ده موت ميت كلينيكيا، ما مش عارف يجري. صلاح اداله كوره وانفراد على الجون، فضل يتمشى بالكوره لغايه ما اتقطعت منه. فانا بكلمك في ان صلاح معاه شويه معتيه، مش مع ميسي في انتر ميامي. فالسنه دي والسيزون ده هيبقى سيزون صعب قوي وللنسيان لصلاح. وكويس ان الحاجه الوحيده الصح اللي عملها رامي والقاس وجيل صلاح ان هو مش هيجدد له غير سنه، او ما مضاش معاهم غير سنه، وسنه تانية لو بمزاج صلاح، فاهم. فاتمنى صلاح بعد السنه دي ياخد بعضه. اقسم بالله الدوري المصري اجمد منهم. على المقاولين بقى، على الاهلي، على بيراميدز، فكك من الهلس ده عشان بنتعب. احنا اساسا تعبانين لوحدنا، فما تقرفناش نفسيا وسيبنا في اللي احنا فيه. خلاص انا دماغي اصلا لوحدها عماله تعمل كده مع بعضيها. فارجوك ما تكملش علينا، كفايه. وارجوكوا محدش يتفرج على تلفزيون مع صلاح وشوفوا الهايلايت بتاعه، لان هتتعبوا جدا جدا جدا. ودي نصيحه مني ليكم. ايه اللي ما عندوش مشكله في التعب، ربنا يا عم يديك الصحه وخش اتفرج، بس ما تجيش تشتكي لي، ماشي؟ انا نصحتك وانت براحتك. خلص الكلام. سلام.